السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نحكي لكم واحد القصة يمكن بزاف منكم غادي يحسوا براسهم فيها. راجل ومراتو قرروا يبداو رحلة الحمل، قالوا إن شاء الله من هذا الشهر هذا. هذا الشهر الأول ما كاين حمل، قالوا ماشي مشكل. جا الشهر الثاني والثالث والرابع، هو يبدا السؤال اللي كيجرح بزاف ديال القلوب: علاش مازال؟ هنا كتبدا رحلة أخرى، ماشي رحلة الحمل ولكن رحلة البحث على النصيحة. غير هو اللي كيقول خاصك تعرف غير نهار التبويض، اللي كيقول بدلوا الماكلة، اللي كيقول استعملوا هاد الوصفة، اللي كيقول المشكل كامل راه في الضغط النفسي. وفي وسط هاد النصائح كاملة يتيهوا الزوجين بين الحقيقة والخرافة. اليوم ما غاديش نعطيكم وصفة سحرية، وما غاديش نوعدكم باللي إلا درتو واحد 5 ديال الخطوات غادي تحملوا في الشهر الجاي. أنا اليوم بغيت ندير معاكم رحلة قصيرة وسط جسم الإنسان باش نفهموا شنو هي الحوايج اللي فعلا كتزيد الفرص ديال الحمل، وشنو هي الأفكار اللي خصنا نصححوها. ولكن قبل ما نبدا خصنا نتفقوا على واحد القاعدة مهمة: الحمل راه نعمة من عند الله، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب. إذن غادي نهضروا حنايا على الأسباب اللي أثبتها العلم مع الحفاظ على الأمانة العلمية. وإذا سولتكم شنو أول حاجة خص الزوجين يديروا باش يزيدوا فرص الحمل، يمكن بزاف منكم غادي يقول لي خصنا نعرفوا ونحديو نهار التبويض. هذا الجواب راه مهم، ولكن ماشي هو البداية. البداية هي ما تحولوش العلاقة الزوجية لامتحان شهري. للأسف كاينين أزواج كيعيشوا الشهر كامل عادي، وملي كتقرب الأيام ديال الخصوبة كيتبدل كل شيء. كيبداو الحسابات، كيبداو التطبيقات، واحد ديال الساعة، توتر. العلاقة الزوجية كتولي مرتبطة بهدف واحد هو الحمل. وهنا كيوقع خطأ نفسي مهم، حيت العلاقة اللي خصها تكون مبنية على المودة والراحة كتولي مرتبطة بالنتيجة، وملي ما كتكونش نتيجة كيجي الإحباط. يجي هاد الإحباط المرة الأولى وجوج المرات وثلاثة المرات، وكيولي كل شهر بعبء نفسي جديد. العلم كيأكد أن التوتر ماشي هو السبب الوحيد لتأخر الحمل، ولكن يمكن يزيد يعقد التجربة ويأثر على جودة الحمل وعلى جودة الحياة الزوجية. لهذا من المهم خصنا نحافظوا على التوازن وما نخليوش الحياة كتدور كاملة غير على امتحان الحمل. دابا خلوني نسولكم سؤال: إلا قلت لكم باللي اليوم اللي كتخرج فيه البويضة هو أهم يوم في الشهر، واش خص العلاقة الزوجية تكون غير في داك النهار؟ الجواب هو لا. غير راه هنا فين كتنتشر وحدة من الأفكار الخاطئة. بزاف ديال الناس كيقولوا خاص العلاقة تكون نهار التبويض، وإلا فات هذا النهار ضاعت الفرصة. ولكن الجسم البشري راه مكيخدمش بهذه الطريقة. الحيوان المنوي إلا كان سليم وكانت الظروف مناسبة داخل الجهاز التناسلي ديال المرأة كيقدر يعيش حتى 5 أيام داخل عنق الرحم وقنوات فالوب. أما البويضة ملي كتخرج من المبيض عمرها راه قصير نسبيا، كتعيش غير 12 حتى 24 ساعة. شنو كيعني هذا الشيء؟ هذا الشيء كيعني بأن الحمل كيوقع إلا كان الحيوان المنوي حاضر قبل من الخروج ديال البويضة، أو إلا وصل ليها بسرعة في خلال ديك 24 ساعة الأولى من مور الخروج ديالها. هذا الشيء علاش كنهضروا على يوم على نافذة الخصوبة وما كنهضروش على يوم الخصوبة. نافذة الخصوبة فيها بزاف ديال الأيام ماشي غير نهار واحد، وهذا راه خبر مفرح حيت كيخفف شوية الضغط على الأزواج. ما غيبقاوش كيطاردوا غير واحد الساعة معينة ولا واحد دقيقة معينة، ولا كيعيشوا خايفين يضيعوا ديك الفرصة. غير هو دابا يمكن لشي واحد يقول وإلا كانت نافذة الخصوبة بزاف ديال الأيام،
شحال خاص تكون العلاقة الزوجية؟ واش كل نهار ولا نهار بنهار؟ هاد السؤال راه مهم بزاف، والجواب ديالو كاين في الدراسات الطبية والعلمية. هاد السؤال هذا كيطرحوه ليا بزاف، وكيكون الجواب مفاجئ للبعض. كاين اللي كيظن ان العلاقة 5 المرات ولا 6 المرات في النهار في ايام الخصوبة غادا تزيد النسبة ديال الحمل، وكاين اللي كيخاف وكيقول لا، غادي نوفر الحيوانات المنوية ديالي ونخلي العلاقة غير مرة واحدة. الحقيقة ان هاد الجوج ديال الافكار ماشي صحاح. الدراسات كتبين ان عند الراجل اللي عنده تحليل السائل المنوي طبيعي، العلاقة الزوجية المنتظمة خلال هاد النافذة ديال الخصوبة كافية باش تحقق افضل فرص الحمل. ما خصوش يعذب راسو، وما خصوش يعذب راسو يتقل راسو الحسابات ولا يحول العلاقة لشي برنامج عسكري، وما خصوش حتى يفرض على راسو شي ضغط نفسي. المهم هو الانتظام وماشي الافراط، حيت الحمل ما كيوقعش بالقوة، كيوقع بتوفر الشروط المناسبة وفي الوقت المناسب. ايوا تخيلوا معايا دابا واحد الفلاح الى جا موسم الزرع واختار الارض المناسبة واختار الزريعة السليمة وسقاها وعطاها الخطر واعتنى بها، كيكون دار الاسباب، ولكن واش يقدر يفرض على الزرع يخرج للضوء؟ طبعا لا. بحال هكاك جسم الانسان راه حتى هو عنده القوانين ديالو، وحنا مطلوب منا باش نديروا الاسباب، اما النتيجه فهي بيد الله سبحانه وتعالى. دابا راه وصلنا للسؤال اللي كيتكرر بزاف: ايوا دكتور، شنو ندير باش نزيد فرص الحمل؟ قبل اي دواء وقبل اي تحليل خصنا نشوفوا واش الجسم عنده البيئه المناسبه للحمل. نرجعوا لداك الفلاح اللي بغى يزرع الارض، واش اول حاجه غادي يدير هي يرمي الزريعه؟ لا، غادي يوجد الارض بعدا. وبحال هكاك الحمل خاص الجسم يكون موجود مهيئ. نهضروا اولا على الوزن. الا كان الوزن زايد بزاف ولا ناقص بزاف، التوازن الهرموني كيقدر ياثر. السمنه عند بعض النساء كتقدر تسبب اضطرابات في التبويض ولا تقلل من الجوده ديالو، خصوصا الا كانت مرتبطه بمقاومه الانسولين ولا بمتلازمات تكيس المبايض. وفي المقابل النحافه الشديده حتى هي كتقدر تاثر على انتاج الهرمونات وتقدر تودي لغياب التبويض كاع بعض المرات عند بعض النساء. اما الراجل فالسمنه والتدخين وبعض العادات غير الصحيه كتقدر تنقص من جوده الحيوانات المنويه. الهدف ماشي هو نوصلوا لجسم مثالي، لا، غنوصلوا هذاك الجسم صحي. ثاني حاجه التدخين والكحول والمخدرات. العلم واضح في هذه النقطه، التدخين كيأثر سلبا على الخصوبه عند المراه والراجل. الكحول والمخدرات حتى هما، حيث يقدروا يأثروا على جودة البويضات والحيوانات المنوية وعلى فرص الحمل. هذا الشيء علاش أي زوجين كيخططوا للحمل من الأحسن يعتبروا هذه المرحلة فرصة باش يتبناو نمط حياة صحي. ثالث حاجة هو النوم. يمكن غتستغربوا، ولكن النعاس راه ماشي رفاهية. الجسم كيحتاج النعاس باش يحافظ على التوازن الهرموني، والسهر المزمن مع التوتر والإرهاق ماشي بيئة مثالية لا للخصوبة ولا للصحة بشكل عام. رابع حاجة النشاط البدني. الرياضة المعتدلة كتعاون على تحسين الصحة العامة وتنظيم الوزن وتقليل التوتر حتى هما، ولكن الإفراط في التدريب المرهقة خصوصا مع نقص التغذية كيقدر يكون عنده تأثير عكسي عند بعض الأشخاص. القاعدة الذهبية هي الاعتدال. خامسا إمتاش خاصنا نطلبوا المساعدة الطبية، وهنا كيكون الخطأ اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الأزواج. كاين اللي كيبقى كيتسنى وكيجرب بوحدو وهو محتاج الاستشارة، وكاين اللي كيتقلق من أول شهر. الحقيقة الطبية كتقول إلا كان العمر ديال المرأة
35 عام وقل وكانت العلاقة الزوجية منتظمة، فعادة ينصح بالاستشارة إلى داز عام كامل بدون حمل. أما إذا كان العمر فوق من 35 سنة فمن الأفضل عدم التأخر، وغالبا ينصح طبيا الاستشارة مرور 6 شهور من المحاولات. وطبعا إلا كانت الدورة غير منتظمة ولا كاين شي أمراض معروفة ولا سبق الإجهاض متكرر ولا كاينة مشاكل معروفة عند الزوج، الاستشارة خصها تكون مبكرة شوية. وهنا بغيت نأكد على نقطة: طلب المساعدة الطبية راه ماشي علامة ديال الفشل، بالعكس راه دليل على أنك كتاخد الأسباب بطريقة صحيحة. ودابا واحد الرسالة لكل زوجين: إلا بغيتو تخرجوا اليوم بفكرة وحدة فهي زيادة فرصة الحمل، ما كتبداش بالوصفات المنتشرة على الانترنت، ولكن كتبدا بالفهم ديال الجسم وتصحيح العادات والأخذ بالأسباب العلمية. يمكن تحملي من أول شهر ويمكن تحتاجي بزاف ديال الشهور، وهذا ما كيعنيش بالضرورة أن كاين مشكل. راه كل جسم عنده الإيقاع ديالو وكل رحلة راها مختلفة على رحلة. غير هو الحاجة اللي نقدروا نتحكموا فيها هي أننا نوجد أفضل الظروف الممكنة ونخليو النتيجة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عاقما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. سورة الشورى الآية 49 و 50. فنحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، لكن النتائج تبقى بيد الله. في الحلقة المقبلة غادي نجاوبوا على سؤال كيحير آلاف النساء: علاش كاين اللي الدورة ديالها منتظمة ومع ذلك الحمل كيتأخر؟ وغادي ندخلوا في عالم التبويض وجودة المبوضات والهرمونات، ونكتشفوا أن انتظام الدورة ما كيعنيش دائما أن كل شيء طبيعي. إلا كان عجبكم هذا الفيديو هذا شاركوه مع أي زوجين كيتمنوا الذرية، وخليوا لي الأسئلة ديالكم في التعليقات، وفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد لنبسط العلم ونحافظ على الأمانة العلمية. إلى اللقاء.